الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه لذيذه جدا، هي مكرونه باللبن واللحمه المفرومه. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه سمنه على زيت وفيهم فصين مستكه، هنزل بيهم كده ببصله كبيره مبشوره ناعم وعليها رشه فلفل اسود. انا مش عايزه البصل عندي ياخد لون غامق، انا بس عايزاه يدبل ويبقى لونه افتح شويه من اللون الذهبي. البصله عندي دبلت معايا وهو ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزاها تغمق معايا قوي. هنزل طبعا باللحمه المفرومه، طبعا الكميه تقديريه. المنكهات اللي عندي بابريكا وكزبره ناشفه وملح حسب الرغبه، وكمان توم باودر وسبع بهارات ورشه قرفه. انا هسيب اللحمه تتعصر كده وهدي عليها النار. بعد كده بقى نعمل صوص اللبن. خطوه الصوص، انا طبعا اللحمه اتعصجت خلاص. عندي هنا 3 كوبايات زبادي كبار، عليهم معلقه كبيره نشا. طبعا هقلب كله على البارد قبل ما اعلق عليها النار علشان اضمن ان كل حاجه دابت ما يبقاش فيها تكتلات. انا كده علقت عليها النار وقلبتها كويس عشان اضمن ان النشا كله دايب مع الزبادي. وفي الاثناء ديت انا سلقه هنا مكرونه، وكمان حاطه معلقه توم مفرومه في معلقه زيت. مش عايزاها تاخد لون خالص، انا بس عايزه التوم يتشوح ويطلع الريحه بتاعته. كل اللي انا هعمله بس هحط كبشتين كده من ميه سلق المكرونه على الصوص بتاع الزبادي واقلب كويس. هظبط بس الملح بتاعي وهعمل حساب اللحمه المفرومه الملح اللي فيها. بصوا ده شكل التومه، بصوا مش واخده لون نهائي، هي بس مطلعه ريحه. انا هحط الطشه كده على الصوص، بعد كده افضي المكرونه عليها اللي انا سلقتها وكده تبقى جاهزه معايا. هفضيها في السرفيز اللي هيتقدم فيه وقت الاكل، واحط اللحمه المفرومه كده فوقيها. عايزه اقول لكم الريحه بجد خيال، والطعم كمان اكيد بيحكي عن نفسه. انا هحط اللحمه المفرومه كده على الوش كده تكون جاهزت معايا الاكله. انا زينتها بشويه لوز محمر في شويه زيت، وكمان حطيت على وشها بقدونس اخضر او كزبره خضراء المتاح بالنسبه لك. عايزه اقول لكم بجد وجبه كامله متكامله وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.